احنا ناس صرحاء. انا وقلتها رسميا وقلتها في عده مناسبات، احنا ما عندنا حتى مشكل مع المغرب. المغرب دوله شقيقه، ما فيش. انا عمري ما شتمت، ما سبيت. الصحف نتاعنا ما يسبوش المسؤولين هما. ما يتعلق بقضيه الصحراء الغربيه، نسجل بكل اسف ما تعرفه هذه القضيه من عقبات تعرقل تسويتها، لا سيما توقف المفاوضات بين طرفي النزاع والتماطل في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية. وتدعو الجزائر إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المؤجل منذ أزيد من 29 سنة، والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي، وتفعيل مسار المفاوضات بين طرفي النزاع. ساكنة المدينة بكل الحب والعرفان والتقدير والامتنان، وجلالة الملك وهو يزور مدينة الدخلة من جديد يدشن لآفاق جديدة في التنمية والاندماج، معانقا بذلك تطلعات الشعب المغربي في الرقي والتطور. ويحرص جلالة الملك أشد ما يكون الحرص على تعزيز روح التواصل وترسيخ سياسة القرب مع المواطنين التي أعطاها جلالته بعدا ميدانيا بالزيارات المتواصلة لمختلف الربوع. جلالة الملك يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. يتقدم للسلام على صاحب الجلالة والي جهة الدخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بن عمر، ورئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب السيد ينجى خطاط. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك عامل إقليم أوسرد والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالدخلة، ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، ورئيس المجلس الجماعي للدخلة، ورئيس المجلس الإقليمي لأوسرد، وممثل الهيئة القضائية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وممثل السلطات المدنية والعسكرية للولاية، وعدد من أعيان الجهة. تضفي الزيارة الملكية على الالتحام الوطني في هذه الربوع قوة ومتانة لشعب يعيش من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في تمازج مع رمز وحدته، ولأمة متلاحمة على الدوام مع الأسرة العلوية الشريفة. المغرب اليوم يحتاج لسواعد كل أبنائه وطاقات كل جهاته، من أقصى المملكة إلى تخوم الصحراء الحبيبة الغالية، من أجل تنمية مستدامة تكفل له الانتفاع من تطور اقتصادي ورقي اجتماعي يستمد منه وسائل الرقي الحضاري لضمان الاستقرار وتكافؤ الفرص وبلورة مجتمع متماسك. تعكس زيارة جلالة الملك لمدينة الدخلة التلاحم القوي والترابط المتين الذي لا تزيده التحديات إلا رسوخا واعتمادا على التعبئة الشاملة والنهج الحضاري القائم على التمسك بالشرعية والثوابت الوطنية. تأتي الزيارة الملكية لمدينة الدخلة بينما تعيش الأقاليم الجنوبية على إيقاع حركية دؤوبة تتسم بروح الاستمرارية والتشارك، سواء على مستوى التطوير أو تحديث آليات النمو. وتتشكل مرة أخرى صورة رائعة من صور التلاحم القوي بين شعب وفى لعرشه ملتف حول رمز وحدته وملك متفان في خدمة بلده اختار له نهج الحرية والديمقراطية. مدينة الدخلة
تحولت بمناسبة الزيارة الملكية إلى فضاء احتفالي اختزلت من خلاله مشاعر الوفاء والولاء، وعكس مدى تعلق أبناء الأقاليم الجنوبية وتشبثهم بأهباب العرش العلوي المجيد في سياق صيرورة تاريخية وروحية مستمدة من روابط البيعة التي جمعت على الدوام أبناء هذه الربوع العزيزة من المملكة بملوك الدولة العلوية الشريفة. بهذه الصورة الرائعة البديعة تعبر ساكنة الأقاليم الجنوبية عن افتخارها بالطفرة التنموية الكبرى وبما تحقق على يد جلالة الملك من إنجازات تغطي كل المجالات بفضل سياسته الرشيدة واستراتيجيته التنموية الشاملة. حشود المواطنين والمواطنات يجددون ولاءهم وارتباطهم الوثيق بجلالة الملك، وفي أجواء من التلاحم الوطني تهتف الساكنة بحياة جلالة الملك وتعبر عن عمق الامتنان للعاهل الكريم على هذه الالتفاتة المولوية الكريمة التي تشكل مرحلة جديدة على درب تنمية جهوية. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.